لكن ربما هذه اخطر كرات النادي الاهلي. لعبت الركنيه وحلوه وجول. الله 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 الله، يا على الرأسية الرائعة، يا على الرأسية الرائعة لسعد سمير. بيحط كرة حلوة جدا، بيعمل معاها التراي المهدي سليمان. يمكن أول خطورة حقيقية للنادي الأهلي على مرمى سموحة هي في دقيقة واحدة، كرة عرضية مؤمن زكريا وتسديدة عمرو جمال، ثم الرأسية الرائعة، الرأسية الرائعة. يا عليك يا سعد يا سمير، يحط كرة حلوة بضربة رأسية. الحقيقة مميزين لاعبي النادي الاهلي الثلاثه اللي بيلعبوا السنه دي في قلب الدفاع، سواء رامي ربيعه سجل 5 اهداف او احمد حجازي اللي سجل في بطوله افريقيا في مرمى اسك، او سعد سمير اللي بيسجل اهو بضربه رأسيه جميله